سلام وتفسير السلام محبة وتقدير. أخواتي إخواني، غير بال اليوم غادي ندور تحت سؤال عريض، سؤال مرتبط بالإعلام الاسترزاقي اللي استفحل في المشهد الإعلامي الوطني بحال شي ورم سرطاني خبيث. سؤالي هو: كيف تحول الزميل توفيق بوعشري إلى إعلامي متسول ينقلب ويتقلب من الضد إلى الضد بسرعة قياسية؟ غير بالو اليوم كيختلف على غرابيل الأمس، كونه غادي يتطرق لحالات الاسترزاقية التسولية اللي استفحالت في الإعلام الوطني بشكل مدمر. بعض الإعلاميين اللي كيعتزوا بالتميز ديالهم كيقول لك حنا متميزين، كيعتقدوا أن المواطن بحاجة دائمة لأقراص ديماغوجية ينشطوا بها الجانب العاطفي ديالو. المواطن محتاج للهضرة اللي كتعجج المشاعر، كتغلي الأحاسيس والمشاعر. شنو كيديروا هاد الناس؟ يعمدون إلى تكرار نفس الخطاب القائم على التجريم، وقد أعطوا لأنفسهم كامل الصلاحيات في محاسبة الجميع وهم فوق الناس جميعا. لا بأس هنا أخواتي إخواني من شيء من المقارنة باش نفهموا أكثر كيفاش تفشات ظاهرة استرزاقية بالمغرب ديالنا وتحولت إلى وضعية تثير الاشمئزاز والتقزز والتذمر. الظاهرة اقتحمت الإعلام الفرنسي. أنا المقارنة ها هي: الإعلام الفرنسي والأوروبي في الثمانينات والتسعينات. بدأت في الثمانينات بصحافة نجوم السينما، صحافة الغناء، الأخبار المرتبطة بالجنس، بالفضائح، بالنهب، بالقتل، بالإثارة. هذا النوع من الصحافة أطلق عليها صحافة السين ثلاثي الأبعاد. Le S comme سعاد. Le S a 3 dimensions: le son, le sexe et le sensationnel. Son, sexe, sensationnel. هذا النوع الصحافة ما عمرش بزاف. بعد ما تسرب الملل القارئ، الملل من أخبار الإثارة والجنس والدم إلى آخره. وهنا في هذه الفترة أي في التسعينات اهتدى معظم رؤساء تحرير المجلات الأسبوعية الحديثة وحتى العريقة، نوفيل أوبسيرفاتور، ماريان، لو بوين، لإكسبريس، عدد ديال فالور اكتويل، على أي عدد، لا تريبون، لي زيكو، عدد ديال الأسبوعيات اللي فهموا أن الحياة الخاصة ديال السياسيين هي ضامنة الربح والشهرة معا، وهي أهم بكثير من نشر أخبار المشاهير. إذا شنو قاس توجب هذا إعادة ترتيب الأولويات عبر فتح النوافذ إضافية لجلب القراء. هذا النوع ديال الصحافة نتج عليها واحد مجموعة ديال الشكايات. مثلا في سنة 2000 سجل القضاء الفرنسي بالضبط 862 حكما ضد الصحافة الفرنسية. في مقدمة المشتكين رجال السياسة يتقدمهم بطبيعة الحال رئيس الدولة ثم الوزير الأول، ومن بعدو كيجيو الوزراء على اختلاف مهامهم، قادة الأحزاب السياسية، البرلمانيون، شخصيات سياسية مختلفة. شكلت كل هذه المجموعة أزيد من 90% من مجموع المشتكين من تظلم الصحافة. دعوى قضائية مرتبطة على الخصوص، تجريح
القذف وإشاعة أخبار زائفة أو كاذبة. ويأتي دورنا نحن مع بداية الألفية الجديدة اللي عرفت ظهور أقلام مدفوعة الأجر مسبقا، مهمتها تلميع أشخاص على حساب أشخاص آخرين، تسويق بعض الأشخاص البعيدين كل البعد عن النزاهة والأمانة والشرف والمصداقية على حساب أشخاص آخرين مشكوك في وطنيتهم. تلميع تنظيمات سياسية، أحزاب سياسية على حساب أحزاب أخرى، واللائحة تطول. الإعلام التسولي ما عندوش أخواتي إخواني قناعة فكرية بعينها، ما عندوش منظومة مبادئ كيدافع عليها، صدقوني. هو إعلام ينقلب ويتقلب بسرعة قياسية من الضد إلى الضد كلما اقتضت مصلحته ذلك. إعلام تحول، شوفوا معايا، من الثلاثية البغيضة les 3S son sexe sensationnel، دم الجنس الإثارة، إلى الثلاثية اللئيمة les 3L L comme Londres، les 3L léché lâché lynché، الحس ازدح ينهش. الإعلام الاستنساقي المأجور الذي يرفع رايته الصفراء اليوم جيل من بوعشرين، الريسوني، المرابط، الراضي، غيرهم من انتهازيين متحاملين على رموز البلاد خدمة لأجندات خارجية وحتى داخلية مشبوهة، وجنوا من وراء ذلك أموالا طائلة. أقول أموالا طائلة. الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نشرح هاد الأموال الطائلة بالتفصيل، وغادي نشرح السلوك ديالهم بالتفصيل. هاد الإعلام لن يعمر أكثر مما عمرت الصحافة الصفراء الرخيصة قبل بضعة عقود. فرنسا هاد الإعلام دار شحال 5 سنين، ما كملش 10 سنين، لأن الوعي الفرنسي وضميرهم في مستوى عالي من المعرفة والاطلاع، فهموا أن التحامل على الساسة والتحامل على الشخصيات السياسية هو تحامل ملفوف بواحد النوع ديال المصلحة معينة فيه فلوس. هاد الإعلام ما غاديش يعمر. حجتي في ذلك أن الكتابة في أوساطهم أصبحت كتابة ساقطة ومبتذلة، كتابة غابت عنها الحقيقة وضاعت منها الأمانة. رواد الإعلام الاستنساقي التضليلي وهم يوطئون لكلامهم بنبرة ملائكية من حيث الشكل وسيل من المصطلحات المقتبسة من قاموس الإنشاء السياسي من حيث المضمون، يعتمدون وصفات سحرية مختلفة باش يوصلوا للمبتغى ديالهم. وصفات كتبدا بالتدليس ثم التلفيق قبل أن يتوجوها بالتجريم والاتهامات الباطلة، في غياب طبيعة الحال هيئة دفاع موحدة ومتماسكة من قبل الصحافة الحرة التي تترفع عن التوحد في خندق دفاعي واحد للتصدي لهؤلاء وتعريتهم. رسالتي لجميع من يقع تحت سحر مثل هذا الإعلام، هذا الإعلام المتسول، وبالخصوص فئات محدودي الثقافة والمعرفة، رسالتي لهم هو أن داكشي اللي كنشوفوه دائما في مواقع وقنوات التضليل ليس هو الحقيقة، ليس هو الحقيقة كما يخطر على بالكم، بل مجرد سم في وصفة دواء.
وهم ودجل مرصعان بالكذب ومزخرفان بكل أنواع الخداع والتضليل. تنبيه مني لجميع ضحايا التضليل الإعلامي إلى توخي اليقظة، توخي الحذر من رسائل الملغومة اللي كيروجوا لها الاسترزاقيون، حيث الربح السريع. شوفوا معايا، راه الربح ثم الربح، ما كيتوخاو حتى حاجه. هما بناء امبراطوريات ماليه ديالهم. الربح السريع هو الغايه الاسمى لهؤلاء، حتى وان كان لا يتوافق مع مبادئ واخلاقيات المهنه. تنبيه اخر مني، انا اللي امتهنت الصحافه امتهنتها منذ 40 سنه، طفت بالكثير من الأجناس ديالها والمنابر ديالها. أقول أنني اشتغلت في كل الأجناس الإعلامية، ربما الوحيد إذا كان شي حد آخر دلوني عليه، الصحافة اللي اشتغل في جميع الأجناس والمنابر الإعلامية. ضمب صحافة الخبر، الصحافة الحزبية، الصحافة المستقلة باللغتين، بالعربية والفرنسية. طفت جميع أجناس هذه الصحف. لا أجد سوى تحسر على الانحطاط الإعلامي والانحدار الأخلاقي اللي وصلت ليه الصحافة على يد رمزة من مضللين مستصعلكين الذين يتغذون على قلة الوعي، على اختلال الوعي لدى فئات عريضة من المواطنين. لابد هنا من الإقرار بصعوبة الحديث عن الزميل توفيق بوعشري، الصحفي والمدير السابق لأخبار اليوم، الذي أدين بتهمة الاغتصاب والمتاجرة في البشر، وحكم عليه ب15 سنة سجنا نافذا. الرجل وكما يتقن بشكل وديع لطيف ناعم أنعم من الأسلوب النساء. سمعوه هو كيهضر، سمعوا له. لا تقرأوا الجرائد ولا المواقع الإخبارية، لا تشاهدوا التلفزات الرسمية، أرقام صادمة. سمعوا النعومة اللي كتخرج، كتدفق السيولة اللي كتدفق من الكلام ديالو الناعم الوديع. كما يتقن فن الملاسنة والشتائم، هو سريع التطاول على الشرفاء من زملائه في القطب العمومي وزملائه في المواقع التي اختارها هو وبعض المتنمرين المتغولين نعتها بصحافة التشهير، لا شيء سوى لأن هذه الصحافة تقف حاجزا في وجهه وفي وجه أحقادهم جميعا وسمومهم وابتزازاتهم. أنا شخصيا أقولها وأؤكد، ما عمرني كنت نهضر على أبو عشري، لا أريد أن أدخل في هذه المتاهات وهذه التفاهات. الله يعاونو داكشي اللي كيدير شغلو هذاك، كما الصحافة الاسترزاقية، الصحافة التسولية، ما لا يهمني في شيء. الضحية هو المواطن المتلقي. ولكن تطرقي لتوفيق بوعشري يأتي سبب أساسي، وأنه تحامل على زملائه في المهنة. والتحامل على الزملاء ما يمكنش يدوز بدون رد وبدون عقاب، ما يمكنش. تحامل على وكالة المغرب العربي للأنباء، وأنا صحفي اشتغلت حوالي 20 سنة في وكالة المغرب العربي للأنباء، يتهجم على وكالة المغرب العربي للأنباء وعلى الصحفيين اللي كيشتغلوا في وكالة المغرب العربي للأنباء.
الوكالة هي مؤسسة كتوزع صحافة ديال الخبر لا علاقة لها بالرأي. يمنع منعا كليا على كل صحفي يشتغل بالوكالة أن يبدي برأيه في قضية معينة إيجابية أو سلبية. الخبر مقدس والتعليق حر. الوكالة ما كتعلقش، الوكالة كتعطيك المادة. الوكالة ما كتلازم باش نفهموها، ما عندهاش المخاطب ديالها هو المواطن. ما كاينش شي مواطن مشى للكيوسك قال له عطوني عفاك الوكالة نشري، واش جات الوكالة نشريها ولا جات العلم ولا جات الاتحاد الاشتراكي، باقا ما جاتش. الوكالة ماشي صحيفة باش تسجل عليها. الوكالة هي مديورة باش تعطي الأخبار، كتزود المشتركين لي زابوني ديالها مجموعة ديال الأخبار، عشرات الأخبار ثقافية، عشرات الأخبار سياسية، عشرات الأخبار اقتصادية، عشرات الأخبار الرياضية وهلم جرا. هي كتعطي والزبناء ديالها الجريدة كتاخد تشري منها الخبر، أخبار كتشري منها الأخبار. الوكالة ما عندهاش لون سياسي، ما عندهاش توجه سياسي. إلى نجح الحزب الشيوعي وخدا الحكم، الوكالة ما غتكونش ناطقة باسم الحزب الشيوعي. شبينك وبين الوكالة؟ الوكالة لا تصدر أحكاما، الوكالة تصدر أخبارا، كتعطي الأخبار، ما كتقول لا خايب ولا مزيان، كتعطي الأخبار على الجريدة اللي كتاخد الأخبار بغوت، الأخبار جافة جامدة متحجرة، ما عندهاش عينين كتشوف بها، ما عندهاش ودنين كتسمع. الخبر هكا إلا غير l'information irréfutable، il n'a pas d'œil pour voir, il n'a pas d'oreille pour entendre. هي هكا. شبيك وبين الوكالة؟ شنو دارت لك الوكالة؟ أنت فاش كانت عندك أخبار اليوم كنتي أبوني في الوكالة، كانت توصلك الوكالة. الوكالة كتعطيك الخبر، ما كتعطيكش تعليق. ما كاينش وكالة في العالم تعلق، كتعطيك خبر وكتزودك أكبر قدر من المعلومات على ذاك الخبر باش أنت تبني التحليل ديالك ودير التعليق ديالك مزيان أو خايب. الوكالة لا تعلق. شبينك وبين الوكالة؟ وشبينك بين الزملاء في الوكالة؟ هاد التهجم على الصحفيين ديال الوكالة تهجم بئيس حقير لئيم وخطير في نفس الوقت. فاش كان عندك اخبار اليوم كنتي تستغنى على الوكالة؟ جاوب سي بوعشلي. كنتي ابوني مع الوكالة، كتاخذ لو سيرفيس الخدمات ديال الوكالة، كتعطيك 400 أو 500 خبر، وفاش كتخلص كتعطيك لو بوكي كامل فيه الا اف بي، وكالة الانباء الفرنسية، رويترز، وكالة الانباء الامريكية لاسوسيتد بريس، يو بي اي، جوج وكالات امريكية، كتعطيك الوكالة العالم كاملة. كنتي ابوني. تقد تعيش بلا الوكالة؟ كاين شي صحيفة في المغرب قادرة تعيش بدون استغناء عن الوكالة. الصحيفة المهمة في المغرب عندنا هي فيها 20 صحفي، الوكالة فيها أكثر من 500 صحفي. أين علاقة عندك مع الوكالة؟ الوكالة كاينة في جميع مناطق المغرب، جميع التظاهرات ديال المغرب كاينة فيهم الوكالة. ما كتعلقش، كتعطيك الخبر، انت كتقول خبر ثقافي وقع شنو وقع شنو وقع شنو وقع. شبينك وبين الوكالة سي باشي؟ الانحدار السموم ديالك كتلقى الصحفيين ديال الوكالة. سأتطرق للإعلام بوعشريني بالتفصيل، بل إن المجموعة التي أصبح ينتمي إليها صاحبنا نجحت إلى حد ما في زرع الفتن والأحقاد والشكوك بين أبناء المهنة الواحدة. كيشهروا الألسنة ديالهم والقنوات ديالهم مليئة بالأوساخ بدون حياء، باش يعطيو الدروس للآخرين وإشهار الأوراق الحمراء الصفراء يمينا ويسارا.
كيفاش يمكن الحديث عن بوعزين الصحفي الذي طالما كان غارقا في بلاجيا. أنا كنعرفو مزيان بلاجيا، كيسلطي على المقالات، كيوظف المقالات بعض الأسماء منهم جاك أطالي، واحد المجموعة ربما كاع كيسرق المقالات ديال جاك أطالي ترجمها ويعطيها لنا. كنعرفو مزيان. كيفاش يمكن الحديث على مدير النصر اللي كيسرق الفراغات في الكتابات ديالو باش يجيو المصححون. المصحح كيجيو شنو؟ كيعمروا ذاك الفراغات بالحكم، بالاقوال المأثوره المنقوله عن المثقفين، عن الادباء، عن المفكرين وكبار السياسيين. كل هذا من اجل تلميع الصوره ديالو كرجل واسع الاطلاع والمعرفه وعنده ثقافه عامه كبيره. لكن دعونا ايضا نحوم على المسؤول الذي بسببه تفجرت فضيحة ربما الأولى في تاريخ الصحافة في المغرب، حيث أصبحت المهنة متهمة أمام القضاء، وتحول القلم إلى فاتك للنساء لا يرحم المحاض ولا الحامل. دعونا نتعفف عن ذكر كل القاذورات اللي كيخترفها اليوتيوبر ديال آخر الزمان. نكتفي بالقول كيف لأمثال هؤلاء نسمح لهم النفس الأمارة بالسوء كيخرجوا عن القوم في قوائم اليوتيوبر ليظهروا صلافة انقطع نظيرها، ويعلموا يعطوهما دروس والعبر لغيرهم. منا لا يذكر المسؤول الاقتصادي العالمي ذو الجنسية الفرنسية دومينيك ستروسكان، اللي طبعا القصة ديالو قصته من الحياة السياسية والاجتماعية بشكل جذري. قصة فتهم فيها بالاعتداء الجنسي على عاملة نظافة في الفندق، اعتداء ماشي بشكل فظيع، اعتداء جنس فموي، ورفضت هي بسبب تلك الفضيحة اللي قال هو أنها كانت رضائية. غادر الحياة السياسية. أنا كسبت على ستروسكان بزاف والله القسم، كان هو رئيس فرنسا بدون منازع، جميع الاستطلاعات كتعطيه المرتبة الأولى قدام ساركوزي. فضيحة بسيطة استقل فيها من المجال السياسي. لفظه الفرنسيون كما يلفظ البحر سمكة لتموت. الزهر ما بقاش عنده الوجه باش يهضر لا في السياسة ولا في الاقتصاد، لأنه رجل اقتصاد، كان مدير صندوق النقد الدولي وكان سيكون رئيس فرنسا. بسبب فضيحة بسيطة عرف أنه فرنسيون ما رحموش، رفضوه. ما يمكنش برنامج كيف ما بغى يكون يستضيف ستروسكان لأنه اعتدى جنسيا على الآخر، على سيدة. الاعتداء الجنسي فضيحة، الاعتداء الجنسي جريمة بالنسبة للفرنسيين، والفرنسيين ما كيرحموش مولاها، مشى ينسحب. ماشي بحال السي توفيق بوعشرين، القضاء مجرم، البوليس اللي داروا التحقيق مجرمين، المؤسسة اللي أكدت الصحة ديال الفيديوهات مجرمة، الضحايا كلهم مجرمات. بوعشرين هو الطاهر نبيل الشريف. كنت تعتذر السي بوعشرين السي توفيق، الاعتذار فضيلة، الاعتذار تكبر في عيون المغاربة، حتى الضحايا ديالك تفهموا أكثر المرض ديالك الجنسي النفسي الخبيث. اعتذر، الاعتذار فضيلة، أنبل صفة في الإنسانية الاعتذار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كيقول: لو شتمني رجل في أذنيته واعتذر لي في الأخرى لقبلت اعتذاره. سي توفيق، لو أنك كنت في دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية، احنا دولة إسلامية ولكن دولة تطبق الشريعة الإسلامية،
كنطبق عليك الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت السي توفيق. كنتي في دولة ديمقراطية بحالنا بحال فرنسا كانوا يرفضوك، ما عندكش مكان لا في الإعلام، ما كاينش لا في المجتمع، لا في السياسة، لا في مرفوض. ما يمكنش يفتحوا لك، ما كاينش قناة تفتح لك مجال، ما كاينش جريدة تفتح لك مجال تكون منبوذ في دولة ديمقراطية، لأنه قمة الجرم، قمة الوقاحة هي الاعتداء، هي المتاجرة في البشر. كتعرف كنتي في دولة ديمقراطية السي توفيق غتكون شنقول، غتكون أحقر من الحقارة، أدنى من الدناءة. لكن انت في دولة اللي المواطنين كتنومهم بأسلوبك الناعم وبأفكارك المبتورة. غادي نرجع هادشي كله أخواتي إخواني، غنشرح لكم الفكر ديال بوعشريني من ألفه إلى يائه. غنختاروا أي حلقة من الحلقات اللي كيدير في كلام في السياسة، غادي نفصلها نحلبها فقرة بفقرة، ونخرج معكم باللي ما يقوله بوعشرين هو عبارة عن كلام في كلام في كلام، ترترى كلامها. شكرا على تتبعكم، وإلى الحلقة القادمة مع الزميل توفيق بوعشرين.